أعزائي مشاهدي اليوم السادس أهلا بكم. الجمعة والسبت والحد اللي فاتوا في الويك إند اللي فات كان في حالة مصرية جميلة بيمر بيها المصريين في الخارج، مش بس في كندا، في كل حتة في العالم بره مصر. كان احتفال مصري بيسموه العرس الديمقراطي زي ما بيقولوا. فرحة كبيرة للمصريين بيحتفلوا بحقهم في إنهم ينتخبوا رئيس جمهوريتهم المصري. ودي حالة جميلة كانت المصريين زمان اللي في الخارج ما كانوش عندهم الفرصة دي، ودلوقتي بيتمتعوا بالحالة دي. النهاردة في الحلقة هنشارك معاكم بردود أفعال الناس وفرحتهم بأنهم بيمارسوا حقهم بالانتخاب. هنتكلم النهاردة مع بعض عن نجاح الحالة دي ورد فعلها على مستوى العالم، ورد فعل كل الجنسيات وكل الجاليات اللي بتشوف المصريين وهم بيقوموا بدورهم الانتخابي. هنتكلم مع ناس كتيرة قوي وهنتابع معاهم ايه احساسهم وانطباعاتهم لما كانوا بيشاركوا في الانتخاب للرئاسة المصرية 2024. حاجتين مهمين قوي قوي كانوا فارقين مع الناس وهم رايحين ينتخبوا: وضع مصر اقتصاديا، ده كان شيء مهم قوي، العملة المصرية قصاد الدولار. والحاجة التانية والأهم هو أحداث اللي بتحصل على حدود مصر، بالذات من ناحية غزة. فكان في اهتمام كبير قوي من المصريين عشان يطمنوا على بلدهم، المصريين في الخارج بالذات يطمنوا على بلدهم وعارفين يعني ايه استقرار وامان لمصر. غادة السعداني كانت موجودة معانا في اليوم السادس، وكانت على الهوا هناك لحظة بلحظة موجودة بتشارك في كل الفعاليات. غادة، انت كنت سفيرة لينا في اليوم السادس وكان ليكي دور كبير قوي. الحقيقة بس هو كان يوم حلو ومتميز. انا ما حلفنيش الحظ المره اللي فاتت ان انا اكون موجوده في كندا وقت الانتخابات اللي فاتت، فدي اول 2018. مره دي اول مره احقق ان انا اروح انتخب خارج مصر. كانت اكسبيرينس مختلفه وكان فيها مشقه بس ما تعبناش، يعني كنا رايحين عندنا كده تارجت فما حسيناش بالوقت. والنهارده هنتابع مع بعض بقى فعاليات اليوم من اوله لاخره. المجد خلينا نشوف اول خبر لينا على اليوم السابع. احنا هنا اليوم السادس، فبنحيي الناس اللي في اليوم السابع بعدينا بيوم. احنا بينا وبينهم يوم. انا اتسالت كذا مره هو ليه مش انت اليوم سابع، قلت له السادس. موجود السابع. في السابع. جريدة اليوم السابع بنحييهم، كانوا بيأكدوا على دور وزيرة الهجرة المصرية، انها كانت عاملة بتتابع احداث الانتخابات للمصريين بالخارج. انا مش هقدر اقول ساعه بساعه، لكن اقدر اقول ثانيه بثانيه. وده حقيقي لان احنا كنا شايفين ده وانت كنت شاهده على هذا. تعالوا نشوف التقرير ده مع بعض. غرفه العمليات وزيره الهجره بتتواصل مع الجاليه المصريه لمتابعه الانتخابات. كانت الاتجاه معاهم والتواصل معاهم في دول الخليج بالذات، الدول الاوروبيه، كندا، امريكا، استراليا، ما كانتش سايبه ثانيه بتتابع في غرفه عمليات. كانت شاهده عليها غادة السعداني اليوم السادس، كانت واحده من ضمن الناس الاساسيين في كندا. متهيألي يا غادة. يعني الحقيقه انا سعيده جدا بالثقه دي، وانا بعتز فعلا بمعالي الوزيره السفيره سهى جندي، وكل مره بقابلها في اي زوم او في الحقيقه ببقى فخوره بالتعامل معاها. هي سيده متبسطه جدا بالرغم من مركزها فاهم قصدي، فانا ده حاجه بجد بحترمها جدا. وعملنا لايف زوم مع بعض، كانت بتطمن على احوال الانتخاب والاعداد اللي موجوده، والحقيقه اضافت جو جميل جدا وحابه تتكلم مع كل الناس اللي موجودين واقفين في اللاينز علشان ينتظروا يعني دورهم في الانتخاب. كلمت ودردشت معاهم وسمعتهم، ويعني ادتنا وقت كبير جدا وعملت جو حلو، حسستنا ان احنا موجودين في مصر، او حسيتنا ان هي معانا في كندا. فده برضو يعني بصراحه ليه ويت يحترم. وطبعا هي عملت كده مع كل الناس وكل البلاد وكل اي رموز موجودين في بلاد مختلفه. طب انت متهيألي جمعتي شويه صور حلوين قوي. من الصور حلوه. خلينا نتفرج على الصور دي ونشوف ردود افعال الناس وقت الانتخابات، من اول ما
طلعتوا من تورونتو؟ هبتدي طبعا. هتلاقي الصور بتبتدي ببدايه اليوم، بدايه الرحله من الاتوبيسات. طبعا انا بشكر جدا اتحاد المصريين بالخارج كندا، وبشكر مهندس وسيم بطرس على تنظيم الاتوبيسات والمعلومات اللي اداها لنا عشان برضه نوصلها للناس عشان اللي يحب يجي ويحجز. وبصراحه بدون تنظيم الاتوبيسات دي اعتقد ناس كتير انا كنت على راسهم مش هقدر اروح، لانه في صعوبه في المشوار. فدي حاجه طبعا يعني تحترم، وساعدت ناس كتير ان هم يروحوا. انت عارف احنا في شهر ديسمبر، اه واليوم اللي انتوا طلعتوا فيه اي ثينك ان كانت في عاصفه، كان قبليها بيوم في سنو، واليوم في نفسه سنو كان صعب. ستورم، كان عاصفه وكان اليوم تشوف مطره. تشوف يعني انا الصور. فاكر انت لما كلمتيني الصبح كان اليوم مطره من الصبح. يعني من الصبح ومن بالليل. ومن بالليل كان اليوم صعب فكان شوية شيء صعب على الناس اللي بتطلع بالعربيات او اللي ما بيقدرش يسافر سايق. وكان في زي ما انتوا هتشوفوا سينيورز كبار في السن، وده يخلينا دايما نطلب من القنصليه والسفاره في مصر في اوتوا انهم يفكروا دايما ان احنا عشان يبقى لينا دور انتخابي اقوى، صح، ويكون لينا فعاليات اكتر وتوفير لراحه الناس هنا. مع فرق المسافات في كندا، في ناس مش فاهمه ان كندا دي يعني تاني اكبر دوله في العالم بعد روسيا من حيث المساحه. فكون ان انت متخيل ان احنا ممكن نطلع من تورونتو لاوتوا عشان ننتخب، دي 5-6 ساعات، وفي العاصفه الجويه ممكن تاخد اكتر من كده. فيعني برجاء يعني ان ما تنسوناش في موضوع انشاء قنصليه مصريه في تورونتو، يا ريت، لانها اكبر تجمع للجاليه المصريه في كندا. بعد كده رحتوا الحقيقه الطريق كمان الناس كانت لطيفه جدا. الناس كانت متحمسه قوي، كلها فعلا حب وحماس. عملت يعني لقاءات لطيفه جدا مع ناس، يعني مش قادره اقول لك قد ايه ناس لطيفه وظريفه وبتحب مصر قوي، وهتشوفوا دلوقتي هتلمسوا في الفيديوهات. ووصلنا انه يعني ما حسناش بالوقت، كان كل الوقت مشغلين اغاني مصريه واغاني وطنيه والنشيد الوطني. فكانت رحله جميله جدا، وكل الناس اتعرفت واتصاحبت على بعض. طب احنا مشتاقين، تعالي يلا بينا. اول تقرير معانا. احنا دلوقتي في الاتوبيس ومعانا ناس كتير جميله معانا. هنبتدي الاول بمدام جانيت. مدام جانيت هتحكي لنا، احنا متحركين من تورونتو مع بعض، وهتحكي لنا بقى ايه السبب اللي خلاها تيجي المشوار ده كله. جانيت ام الدنيا اللي عمرها ما نسيت حد، حتى لو كان بعيد عنها، فهي في القلب ما بتتنسيش، وبنتمنى انها تطلب مننا حاجه، واحنا بنتمنى انها تبقى ام الدنيا وقد الدنيا زي ما ريسنا قال. ريسنا اللي غالي علينا، اللي خلى من مصر رجع اسم مصر عالي زي ما كان الاول، واحنا عند وعدنا نبقى في ظهره وهو يبقى معانا طول المده وطول السنين، علشان يخلي مصر ام الدنيا وقد الدنيا زي ما هو قال. فاكر يا ريسنا الوعد ده؟ احنا مستنيينه منك، واكيد اكيد يا حبيبي انت هتعمل. اكيد اكيد. ميرسي يا مدام جانيت، نورتيني، وسعيده قوي اني هكون معاكي الرحله كلها، وهننتخب وهنتصور هناك. اكيد اكيد. وهنرجع وهنكون في منتهى السعاده، لان احنا فعلا في عرس ديمقراطي، علشان احنا عندنا الفرصه واحنا هنا ان احنا نعبر عن راينا ونشارك في بناء مستقبل مصر. ابدا يا بلدنا، ما بننساكيش ولا ننسى محبتك لينا، محبتك الكبيره اللي بتكون تملي في كل وقت. شكرا حبيبتي. طبعا زي ما انتم شايفين احنا كلنا بنحب مصر بالفعل وبالقول، بس الناس اللي كانت شايفه العاصفه والثلج ورغم كل ده بتركب اتوبيس الساعه 7 الصبح عشان تسافر 5-6 ساعات عشان تقوم بدورها الانتخابي وتطمن ان معاها الورق بتاعها والباسبورات الفاليد والاي ديز بتاعتها، وتجري ورا انها تستخدم حقها في انها تقول انا بحبك يا مصر. دول اللي يستاهلوا مننا كل تحيه وتعظيم سلام ليهم، لان دول فوق راسنا من فوق. هم دول اللي فعلا فرحونا وورونا قد ايه بلدنا جميله، ووروا الناس اللي حوالينا في اوتوا وفي مونتريال وفي الشوارع قد ايه المصريين ماشيين بالاعلام وفرحانين. ده حقيقي، ده حقيقي. انا لمسته مع كل حد اتكلمت معاه، وقد ايه كان نفسهم يعبروا بكل مشاعرهم عن الحب ده، وكأن دي يعني فرصة جات لهم على طبق كده من الفضل. نشوف التقرير اللي بعده. يلا نشوف واحد تاني. دكتورة فايزة كمان معانا في الاتوبيس، اهلا بيك يا فندم.
حضرتك بقى قولي لنا جايه الصبح من تورونتو، عندنا مشوار طويل قوي لحد ما نوصل اوتوا، ايه الحماس ده؟ يعني ده أقل واجب يعني عشان بلدي، لأن كلنا يعني أنا بحب مصر خالص، مصر التي في خاطري وفي دمي، الله. وعلى رأي بابا شنودة لما قال مصر وطن يعيش فينا ولسنا نعيش فينا، فمصر في قلوبنا وفي دمنا وكلنا بنحب مصر صدقيني، غالية علينا مصر، كل ما بنتغرب أكتر كل ما بنحب ده حقيقي، ده حقيقي، وان شاء الله يبقى يوم جميل ونوصل بالسلامه ونعمل انتخابات حلوه وندلي بصوتنا ونرجع، وانا سعيده قوي اني هكون معاكي الرحله كلها. شكرا يا دكتور، شكرا واحنا سعداء يا حبيبتي، شكرا. عارفه يا غدا، انا النهارده كنت بتكلم مع حد مش مصري وبيقول لي انتوا عندكم ميزه في بلدكم، ان انتوا بلدكم كانت هتضيع مننا، بلدي ضاعت مني. هو بيقول لي كده وكانت عيني بتدمع، بيقول لي بلدي ضاعت مني بس مش عارفين نرجعها. بلدكم كانت هتضيع منكم وعندكم حكومه وجيش وشعب عرفوا يرجعوها تاني. ده حقيقي. فده اللي انتوا كنتوا بتعملوه. من داخل اللجان غادة السعداني كانت موجودة بتتابع لحظة بلحظة وبتتواصل مع وزيرة الهجرة تأبديت عن اللي بيحصل داخل اللجان. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في العرس الديمقراطي في أوتوا من داخل لجان انتخابات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية في 2024. قدام السفارة المصرية في أوتوا في إقبال ممتاز جدا، ناس كتير رغم من البرد والثلج. عايزين نشوف أمام سفارة أوتوا. تحيا مصر، تحيا مصر، سيسي رئيس، سيسي رئيس، عاوزينك يا سيسي على طول. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أعزائي المشاهدين، يوم السادس احنا في مقر اللجنة الانتخابية، ودي اللجنة الناس بتدخل في منتهى السهولة، بتخلص عملية الانتخاب في دقايق معدودة ويحطوا نتيجة في الصندوق هنا وبيخرجوا في نظام شديد. بس حضرتك ممنوع حضرتك تدخلي صورها من المقر تمام. عايزين نشغل السبيكر بره، نشغل اغاني بره حلوه كده. احنا واقفين دلوقتي في اللاين بتاع اللجنة الانتخابية، أعداد جميلة اهي وناس كتير ما شاء الله والدنيا منظمة. الانتخابي صندوق الانتخاب. سريعا يا فايزة، قولي لي حاسة بإيه وأنت واقفة في اللاين بعد ما وصلنا من الطريق؟ very excited. You'll do a good job. حضرتك اتفضلي قولي لي. الحقيقه يعني واجب وطني، واحنا يعني بنحب السيسي جدا، ويعني جايه بكل قلبي ان انا عايزه انتخب. واحنا كلنا بنحب مصر ولازم نختار الشخص الحكيم اللي يقوم بالدور ويكمل المسيره الجميله اللي احنا فيها، صح؟ اتفضلي يا حبيبتي. انا طبعا بكل فخر بقول ان انا مصريه واني جايه من تورونتو عشان انتخب، وفرحانه قوي ان انا اعمل الواجب اللي عليا، وده واجب، ده واجب. تحيا مصر وبالتوفيق لرئيسي العزيز المحترم العظيم السيد السيسي. تحيا مصر ان شاء الله من نصر لنصر لرئيسنا المحبوب الغالي اللي انت تاج على راس مصر. ان شاء الله مصر منصوره باذن الله. وميرسي للمجهود والمشوار. ربنا يخلي مصر يا فندم ورئيسها يا رب، ويحفظهم جميعا يا رب، ويحفظنا ويقوينا ويصلنا يا رب قدام اي حد ان شاء الله. امين يا رب. تقولي حاجه؟ تحيا مصر. طيب تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر، سيسي رئيس. تحيا مصر.
حاجه عايزه افتكر بس. دكتوره حنان، ازيك يا دكتوره؟ اخبارك ايه؟ انا ما بصي جوزي بيقول لي انت معروف مشهور طبعا. انا واقفه وراك. انت على طول غاده. مبروك يا غاده، مبروك لمصر. تحيا مصر. عايز تقولي حاجه؟ احنا بنحب مصر، وفعلا مصر في دمنا وفي قلبنا، وبنحبها بنموت فيها مهما اتغربنا، مهما رحنا، مهما اتبسطنا، ومهما اتغنينا. هي مصر، هو الغنى كله، هي الحب والحنان كله. ربنا يخليك لينا يا سيسي. وعلى هامش تغطية غادة السعدني لانتخابات الرئاسة، كان عندها فرصة إنها تتقابل سعادة السفير احكي لنا أحمد حافظ طبعا. احكي لنا إزاي أنت اللحظة دي يعني. والله هو سعادة السفير يعني في منتهى الرقي، ده نمبر 1. أنا لما دخلنا اللجنة كان هو موجود، وانا رحت سلمت عليه وقلت له بستأذن حضرتك ممكن اسجل معاك، فقال لي هديلك دقيقه واحده لاني يعني في الوقت ده قلت له يعني يبقى ثانك يو سو ماتش لو اديتني 1 minute. اكشلي هو اداني 3 minutes. وخلينا نشوف كده التقرير. أنا دلوقتي في مقر السفارة أوتوا، ومعايا أغلى ضيف علينا الحقيقة، معالي السفير أحمد حافظ. أنا مبسوطة جدا إن هو ادانا من وقته دقيقة. اتفضل يا فندم، حضرتك إيه أخبار الانتخابات عنده؟ أهلا وسهلا يا غادة هانم، ازي حضرتك؟ طبعا شرفتينا ونورتينا زي كل الأخوات والإخوة اللي شرفونا من يعني سائر المقاطعات الكندية، وطبعا اللي ما يعرفش كندا طبعا مسافات كبيرة ما بين المدن والمقاطعات. فأنا الحقيقة مقدر وسعيد بالجهد اللي اتبذل من قبل الكثير من المصريين عشان يتوافدوا النهارده، واعتقد يعني ابلغ دليل يمكن الصور توري الناس يعني الحجم التوافد الكبير من قبل المصريين، الاتوبيسات واللي جم من مدن قريبه وبعيده واعداد كبيره، والحمد لله يعني استقبلناهم جميعا، وكنا سعداء بان هم نيسر لهم ممارستهم لحقهم الدستوري في الادلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسيه 2024. امبارح كان يوم برضو جميل، لقينا ناس من في اول يوم للعمليه الانتخابيه للمصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسيه، لقينا الناس متواجدين من قبل حتى بدء عمل اللجنه، من قبل الساعه 9. فكان شيء جميل. النهارده طبعا عندنا توافد كبير، ونظرا لانه كمان يوم عطله نهايه الاسبوع في كندا، فكثير من الاسر اعتقد استغلوا الفرصه ان هم يجوا الى السفاره هنا في اوتوا، فسعداء بيهم واستقبلناهم وكلهم يعني. وبشجع كل مصري مقيم او حتى زائر في كندا للادلاء بصوته، لانه ده ضمن التيسيرات اللي حاليا بنقوم بيها بالتنسيق مع الهيئه الوطنيه للانتخابات، وهي انه اي مقيم او زائر في كندا يحق له التصويت، وكمان انه المواطن المصري بيصوت الرقم القومي سواء ساري او منتهي، وفضلا عن طبعا جواز السفر الساري. والامور ميسره، كل الناس بيشوفوا يعني التصويت لكل واحد فيهم بياخد يعني دقائق معدوده، وكلهم سعداء واحتفاليه جميله وعرس جميل. انا شخصيا سعيد بيه لسه في بكره كمان وطبعا يعني لسه اولا احنا متواجدين طول اليوم النهارده لحد 9 بالليل، وزي ما حضرتك قلتي بكره اليوم كله برده من 9 الصبح ل 9 الدنيا بالليل. منظمه جدا وما اخدناش وقت ابدا. احنا كنت جايه مع الاتوبيسات والفلو كان سريع جدا، فبجد احنا بنشكركم على التنظيم والبروفيشناليزم والمجهود الجامد من كل التيم بتاع السفاره. لا حضراتكم كلكم نورتونا واحنا سعداء بيكم، ومره ثانيه بقول ده في الاخر جزء من مساهمتكم في رسم مستقبل بلدكم ونهضتكم، فاحنا سعداء بيكم المصريين كلهم في الداخل وفي الخارج. وانا بشكرك جدا 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 على وقت حضرتك. عفوا، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مع السلامه. ميرسي يا فندم. شكرا. أنا مبسوطة جدا باللقاء مع سيادة السفير، ونستكمل معاكم كمان باقي المداخلات. كمان كان ليا حظ ان انا اطلع مع نفس الجروب. معانا دكتور محمد الحلواجي، وهو طبعا قامة كبيرة جدا لينا في كندا. دكتور محمد الحلواجي رئيس نادي النيل، وهو أقدم نادي للجالية المصرية في كندا. فأنا كنت سعيدة جدا بأن أنا أكون معاه، وبرضو عملنا مداخلة جميلة جدا مع بعض. تعالى نشوفها. ده صديق جميل اليوم السادس.
حظي بقى ان انا معايا دكتور محمد الحلواجي في نفس الرحله من تورونتو لمقر السفاره. اهلا بيك، مبسوطه جدا ان حضرتك معانا. الله يخليك، انا مبسوط ان انا معاكي. الرحله ما كانتش متعبه صح؟ لا خالص، الدنيا منظمه قاعدين ومريحه طول السكه رقص وغنى وفرحانين، الناس كانهم رايحين فرح حقيقي. ربنا يتمم بخير يعني. وخلصنا على طول يعني، ما اخدتش دقيقتين، اقل من ساعه. مقر اللجنه هو ورانا يعني بمنتهى النظام، كانت سريعه جدا بالرغم ان كان في اعداد 3 اتوبيسات. احنا كنا 3 اتوبيسات، كل اتوبيس فيه حوالي 60 نفر تقريبا، يعني حوالي 180 راكب جم من تورونتو. انا بقى هرجع معاكم في الاتوبيس بتاعكم غالبا. شور عندنا، اتفضلي. مبسوطه جدا ان انا سجلت مع حضرتك، ودايما نكون مع بعض في كل حاجه تخص مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا يا فندم. كمان على هامش لقاءاتك في اليوم السادس المكوكية، غادة كان عندها فرصة حلوة انها تقابل صديق وزميل اعلامي جميل، الاعلامي رامي بطرس، اوكسجين توك شو، وكان هناك بيغطي الايفنت، وغادة تواصلت معاه واتكلمت معاه. رامي على فكرة بيقوم بدور جميل جدا لربط الجالية المصرية مع المسؤولين في القنصلية المصرية في مونتريال وفي السفارة في أونتاريو. بيحاول بمجهود كبير قوي شخصيا ان هو يذلل مشاكل كتير قوي انا شاهد عليها، هو بيقدم دور كبير قوي ان هو يحلها. فبنوجه له كل التحية من اليوم السادس، وده دور مهم قوي بيقوم بيه وبيرحب بكل مشاكل الناس عشان يحلها. فبنشكره على المجهود ده، وبنفرح معاه بالفرح او العرس الديمقراطي اللي كانت بتقوم بيه الجالية المصرية والمصريين بالخارج في كندا في الويك اند اللي فات. نشوف مع بعض. معايا بقى صديق عزيز واعلامي محترف، واحنا كمان فاميلي فريندز، ومبسوطه قوي ان انا لقيته في نفس الوقت اللي انا جيت فيه مع الاتوبيس. اهلا بيك رامي بطرس. اهلا بيك وفرحان بيكي جدا ونشاطك الحلو. والله انا كمان فرحانه بيك ونورتنا، وكلنا بنعمل اقصى ما عندنا بجد عشان مصر، وانا سعيده ان احنا قدرنا نيجي، والجو النهارده حلو على فكره يعني. نشكر ربنا، كان الواحد خايف من السنو لكن الجو طلع دافي وجميل. وايه رايك في الاحتفاليه الحلوه اللي شفناها النهارده بالمصريين؟ جميله جدا، وعايزه اقول لك انا جايه في الاتوبيس محدش نايم، كله قاعد بيغني ويهيص ومبسوطين، it was very comfortable يعني، ما حسيناش بالوقت ابدا. انا الحقيقه مش حاسس انها انتخابات، انا حاسس انها حفله، حاسس انها تجميعة مصريين حلوه. ما احنا محتاجين، بدل احنا المصريين بنحب نفرح، بنحب الهيصه لا بنحب نفرح، فما بالك لما يبقى في ايفنت يعني ينفع ان احنا نفرح فيه. يس نشكر ربنا، وشكرا على الشغل اللي انت عامله شغل جامد جدا انت واليوم السادس وحبيبي مجدي، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. ربنا يخليك. اوكسجين توك شو واليوم السادس كانوا بيغطوا، ومش بس كده، هوا تورونتو كان على رأسهم طبعا. هوا تورونتو خالد بالظبط، خالد سلامة كان يعني everywhere. كان نفسي القطه 5 دقايق بس he was so busy، وانا دايما ببقى مبسوطة جدا لما بشوفه لانه فعلا يعني استاذنا كلنا. طبعا. فخالد سلامة طبعا كان بيغطي وموجود، تحية ليه كبيرة جدا، وانا دايما بسميه كبير الاعلاميين في كندا، المعلم بالضبط. وطبعا المدام بتاعته مذيعة قوية طبعا. وصوتها رخيم وفنانة قوية جدا طبعا. بتساهم معاه دايما في هوا تورونتو، وهم فريق عمل كبير جدا. الحقيقة كل اللي كانوا موجودين بصراحة يعني ناس أنا سعيدة أن أنا في وسطهم. جميع اللي كان موجود كان بيعمل أقصى ما عنده، وكأنه كله كان خلية نحل، ويعني من حظي أن أنا قدرت أتواجد في اليوم ده في أوتوا فعلا. انا حاسس ان انت يعني راجعه عايزه تروحي تاني. انا في مداخله كده فيديو بس نسينا نحطه. انا صورت في الاخر قبل ما امشي من اوتوا، كان في نافوره كده شكلها حلو، يمكن تكون موجوده في الصور. وقلت كده كلمتين وكنا عايزين نطلعهم بس خلاص يعني، بس هقولهم. قوليهم بقى. المشوار من لما رحنا لرجعنا، انا حسيت شخصيا ان انا رحت مصر كم ساعه ورجعت. ف this was my feeling بحقيقي. والتواجد في السفاره بجد مع مصريين ما اعرفهمش بس كاني اعرفهم، حسسني بكده قوي. وهضم صوتي لصوتك، احنا بجد محتاجين سفاره في تورونتو عشان لما نحس ان احنا كاننا عايزين نروح مصر نروح نعمل الحاجه بنفسنا.
انا هقول لك طلب كمان الناس التعبانين قوي في موضوع الجنسيه الكندا، ان هم ياخدوا فيزا لكندا والورق الاجراءات بتاخد شهر عشان خاطر يطلعوا جنسيه وكده. محتاجين بقى خلاص يعني الموضوع احنا يعني صوتنا تعب، محتاجين نشيل الكلام ده، محتاجين نرجع لاجراءاتنا الطبيعيه والفيزا تبقى في المطار ونسهل على الناس كتير قوي، لان ده هيرجع ناس كتير قوي لمصر وهيحل مشاكل كتيره. ودايما احنا كل حلمنا ان مصر دايما تفضل ام الدنيا وعلى طول قد الدنيا. على رأي مدام جانيت اللي شاركت الجميلة في الحلقة. قبل ما نختم عايزة أشكر جميع سيدات مصر في العالم اللي شاركوا في الانتخابات بمجهودات، بوعي، بتوعية، لأن فعلا أنا عندي صديقات كتير شفت قد إيه عملوا مجهود وقد ايه كانوا موجودين في مقر اللجان الانتخابيه في جميع دول العالم، بيساعدوا بتطوع وبيعملوا مجهود يعني بجد ترفع له القبعه. فكل واحده من صديقاتي اللي انا عارفه انها شاركت في هذا الشأن انا بشكرها جدا جدا. ولازم اشكر فريق عمل وزاره الهجره اللي يعني فعلا هو خليه نحل وعلى راسهم معالي الوزيره السفيره سهى جندي، وده فعلا شكر خاص من عندي. وارجو ان انتوا تكونوا يعني عشتوا معانا اجواء اليوم الانتخابي من اوله لاخره، وانت كمان تكون عشت معايا يا مجدي. وانا مبسوطه قوي ان احنا كنا معاكم النهارده اعزائي مشاهدين اليوم السادس. شكرا ليكم وتصبحوا على خير.